السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم في كل بقاع الأرض بالخير والسرور، دايما مسعودين مسرورين إلى قبر الرسول زائرين. لايك لهذا الفيديو ودعمونا بالاشتراك في القناة، بارك الله فيكم. قبل ما نسمع ابن عبد العال تعليقه وتحليله على مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني، وبرضه مفيش فايدة. الأهلي لو كسب ريال مدريد 50-0 هيطلع ينتقد برضه، ما علينا. طبعا مليون مبروك للنادي الاهلي وفوزه على سيمبا التنزاني 1-0 في عقر داره، بالرغم من الاجهاد وبالرغم من لعيبه المنتخب اللي هم كانوا حوالي 8 لعيبه او 9 لعيبه، لعبوا في 8 ايام 3 مباريات، وبالرغم من السفر والاجهاد ويعني الملعب برضه ما كانش حلو. يعني بصراحه كتر خيرهم كتر خيرهم كتر خيرهم. عاوز اقول لابن عبد العال حاجه بس، ايه رايك في محمد هاني النهارده؟ وايه رايك في كوكا اللي انت شركتهم وخلتهم ملهمش قيمه ولا لعيبه؟ وقلت بالحرف الواحد محمد هاني جبهته دايما بتبقى شوارع. ايه رايك في محمد هاني النهارده؟ تعالوا مع بعض نحط لايك للفيديو ونعمل اشتراك في القناه مره تانية ونسمع ابن عبد العال قال ايه. مبروك لجماهير النادي الاهلي، مبروك للاعيبه النادي الاهلي اللي النهارده بيلعبوا مباراه صعبه للغايه بعد ماراثون كبير الجمعه اللي فاتت مع منتخب مصر امام نيوزيلندا، ويوم الثلاث امام كرواتيا، والنهارده امام سيمبا. فمش عايزين نقول كتر خيرهم، مفيش بقى لا مستوى ولا بس انا ممكن ندي ملاحظات على اللعيبه اللي هي ما كانتش في منتخب مصر، اللي هم امثال حسين الشحات، بيرسي تاو، مودست طبعا اللي ايدك منه والارض. دولت ما لعبوش الماتشين اللي فاتوا، وظهروا أسوأ من اللعيبه اللي لعبت الماتشين اللي فاتوا، زي محمد هاني اللي هو النهارده بقول له عمل جون عالمي، عمل اسيست عالمي. طب ما احنا عايزين نشوف الكلام ده يا هاني، بقى منتخب اهلي بتاع، عايزين نشوف الحاجات الحلوه دي. وبرغم ان انت تعبان ومرهق بس عملت كوره، حقيقه الهجمه. هو طبعا السوليه عمل لك ثرو باص، انت خدتها بمجهود فردي وعملت الباص من ورا المدافع، ورحت بصيت وعملت الكروس جون. يعني الباك بتاع سيمبا كان هيجيبها في نفسه، اتردت راحت لاحمد نبيل كوكا اللي ما كانش فيه صعوبه في حطها خالص، واحرز الهدف. هو دي الفرصه الوحيده خلال الشوطين لغايه ما نزل قفشه وعمل الثرو باص لكهربا، وبعد كده كهربا بمجهود فردي. غير كده النادي الاهلي ما راحش خالص للجول، وده له العذر. بس انا بتكلم على اللعيبه اللي هي قدام، اللي هي ما لعبتش منتخب، بيرسي تاو وحسين الشحات ومودست. السوليه النهارده انا من وجهه نظري نجم المباراه بعد مصطفى شوبير. مصطفى شوبير النهارده انقذ النادي الاهلي من فضيحه، بكلمك بمنتهى الامانه. كارثه النهارده، واحده اتعملت عرضيه الراجل حط كعب رجله فيها، جون عالمي. مصطفى شوبير رد فعله بسرعه، طلع الكره كورنر، حاجه تفرح. بعد كده في حاجه تانية، فرصه تانية انفراد للراجل وحطها بوش رجله صاروخ في البعيده، هو قافل الزاويه صح، عمل التراي صح، فرد ايده على الاخر صح، وطلعها لضربه ركنيه. ادي فرصه تانية محققه، فرصه ثالثه محققه. ودي بقى هنا هنقف فيها شويه على الاتنين اللي لعبوا منتخب مصر الماتشين اللي فاتوا، اتضربوا النهارده في الكوره دي. بصراحه شكلها وحش قوي لما يكون 2 لعيبه منتخب مصر، رامي ربيعه ومحمد عبد المنعم، ولاعبين اخر ماتشين، لما كره تتعمل عليهم وانتو هات كده بالشكل ده ويتضربوا فيها، والراجل يروح لو داس عليها بقى انفراد هو وشوبير. ولكن الراجل يعني نحمد ربنا ان هو اتسرع وحطها ببطن رجله على طول في نص الجون. وكان شوبير طبعا يعني واخد الزاويه اللي هي على حسب ان هي هتروح في الزاويه البعيده، فالحمد لله اللي هو صدها برجله. ادي ثالث فرصه. ال3 فرص دول لو دخلوا كنت هتلاقي بعد كده بقى طوفان بقى وهجمات والنادي الاهلي هيقع. بس الحمد لله. هنا بنقول ايه؟ شوبير نجم المباراه الاول، شوبير نجم المباراه الاول. يجي بعد كده السوليه، يجي بعد كده لما نزل الشويه اللي نزلهم رضا سليم وقفشه، دولت
اللي غيروا شكل النادي الاهلي في اخر ربع ساعه. انا ما اعرفش برضو الراجل من بدايه الشوط الثاني ما عملش الكلام ده ليه، مش عارف يعني. كولر واقف مستغرب ليه. المهم يعني، فاحنا بنقول فوز النادي الاهلي النهارده انقذ حسام حسن. فوز النادي الاهلي النهارده انقذ حسام حسن، لان بصراحه المستوى ضعيف ضعيف ضعيف، لان اللعيبه مش قادره تقف في الملعب. كلام بجد، كلام ما فيهوش بقى لا عشان ان انا ضد حسام، ولا عشان ان انا عايز ان جماهير النادي الاهلي تيجي على حسام. بس النهارده الفرقه ممتلكه ومستحوذه، والحظ عاندها كتير قوي في الكام فرصه. الاهلي راح بفرصه الشوط الاولاني وفرصه الشوط الثاني بتاعت كهربا اللي هي بتاعت قفشه. غير كده التانيين راحوا بيضيعوا. حتى مكسوني لما نزل شاط واحده في الضيقه، يعني لو ما كانش شوبير قافل الزاويه دي كويس جول، وكان هيبقى جون عالمي. ودخلت قبل كده في النادي الاهلي وفي وفي حراس كبيره زي الشناوي، زي الحراس اللي قبل كده يعني. لان بياخدوا يقول لك ايه، هيشوت على البعيده فبياخد خطوه عبال ما بيرجع ما بيلحقش. بس شوبير كان النهارده ربنا موفقه، وكان مركز قوي، وكان نجم المباراه. مش هنتكلم في فنيات كتيره لان مفيش فنيات. الفنيات احنا قلنا عليها. الفرصه بتاعت كهربا اللي عملها لنفسه في اخر ثانيه، الفرصه الثانيه اللي قفشه عملها لكهربا، وانا ما اعرفش كهربا كان عايز يعمل فيها ايه. الفرصه اللي هي جت منها جون اللي هو الشوط الاولاني. انما هم مضيعين اكتر، ما فيش فنيات. هم فنياتهم كانت اعلى، استحواذهم كان اعلى، شكلهم كان احسن. بس تعيب هنا بقى على الاثنين اللي هم المساكين، لما يتضربوا بالشكل ده تحس ان هم ما لعبوش كوره قبل كده. ممكن نقول ارهاق، ممكن يعني دخلها في حته ان هم تعبانين، لان هم في 8 ايام لعبوا 3 ماتشات من العيار التقيل، نيوزيلندا ثم كرواتيا ثم النهارده سيمبا بره، وعوامل الجو وعوامل السفر، وان هم ما خدوش فتره. بس النادي الاهلي يعني عجبني امبارح في المؤتمر كولر ان هو ما سبقش ورمى الحجج، وقال لك احنا النادي الاهلي وهنكسب. وفعلا ده مفروض ان ده النادي الاهلي يكسب بره وجوه باي لعيبه، ما تفرقش انت مأيد 30 لعيب. طالما مأيد 30 لعيب يبقى كل لعيب من اللعيبه المتأيده ده يشيل النادي الاهلي لوحده. لان لو ما حصلش كده يبقى ما ينفعش ان هو شيء يلبس الفانيلا الحمراء. على العموم فوز النادي الاهلي النهارده انقذ حسام من القيل والقال. فوز النادي الاهلي النهارده خلي بالكم بيصعب الماتش اللي جاي، لان الفرقه اللي جايه هتبقى مستبيعه. لو النادي الاهلي فكر ان هو كسب وضمن المباراه، تاكدوا ان الفرقه دي ممكن تعمل مفاجاه هنا. فرقه كره محترمه وعندها اقل حاجه الديفنس، بس هنا هتبقى جايه مستبيعه لان خسرانه على ملعبها، فلازم هتلعب وهتفتح مساحات والكلام ده. لو النادي الاهلي مش مركز وما استغلش الكلام ده لعيبته وكولر، الماتش هيبقى صعب وصعب جدا، وممكن تلاقي فيه مفاجاه، وممكن النادي الاهلي يخرج. الا لو نسي المباراه الاولانيه بتاعت النهارده وفكر ان هو لسه 0-0 وهيلعب مباراه من اول وجديد. في نهاية الفيديو لا أملك إلا أن أقول لكم دمتم في رعاية الله وأمنه وسلامه. أشكركم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.